السلام عليكم خوتي خواتاتي حبابي المهمات الغاليات. نتمنى انكم تكونوا في كامل الصحه والعافيه باذن الله. فيديو جديد ان شاء الله، نتمنى انه ينال اعجابكم. ومن طبيعه الحال وكيف العاده الا عجبكم فيديوهاتي ما تنسونيش من لايكاتكم تعليقاتكم وتشجيعاتكم. الله يجازيكم بالخير فضلا وليس امرا، غير باش هكا تساعدوا قناتي تطلع واحد شويش. الله يجازيكم بالخير. فبالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون غتكون فيه التقضيه ديال الشهر، وكذلك غادي تكون فيه هكايا غنصور معكم غير الفيديو ديال الغدا، يعني ما صورتش معكم بلي ديتاي ولكن غير الطبيله هكايا. وبطبيعه الحال غادي ندير معكم هكايا عشاء، فيه عشاء وكوتي. المهم نتمنى انكم تبقوا معايا حتى الاخر هكذا. ما تنسونيش غير من ديك اللايك الزوين ديالكم مع التعليق المحفز. الله يجازيكم بالخير. فعلى بركه الله بالنسبه للتقضيه ديال هذا الشهر، كما قلت لكم في الفيديو السابق بانني هكايا بديت كنقلب كنمسح، حيت عرفتوا يا البنات الشهر اللي فات كنت ما تقضيتش التقضيه ديال الشهر كامله، لانه كان الدخول للمدرسه ومهم كنا محتاجين بالفلوس اكثر ما يعني التقضيه كنت كنجيب هكا غير بالطريطه كل مره كنجيب حاجه داكشي اللي خاصني. فعلى داكشي ما شاركتش معكم التقضيه ديال الشهر اللي فات. يعني كنا كما كيقولوا الاتجاه كامل كان غير الادوات التسجيل الدخول المدرسي وداكشي. فعليها غادي تجبروا بان هاد الشهر جبت التقضيه اللي هي قليله. علاش قليله؟ لانه شحال من حاجه جبتها في نص الشهر في الاخر الشهر يعني، وباقي عندي تقضيه. فعلى داكشي جبت غير داكشي اللي خاصني واللي محتاجاه، باش هكذا ما نزيدش نكثر على راسي نسالي داكشي هذاك ونزيد ناخذ حاجه واحده اخرى. داك الساعه ناخذ داكشي اللي بغيت. فهنا البنات كيف ما كتشوفوا راني خديت الدقيق، باقي عندي الزيت خديت 5 يطرو. بالنسبه للدقيق راني خديت غير 5 كيلو. الفينو مازال عندي البنات، السميده البيضاء والسميده الصفراء مازالين عندي. شاركت معكم ديك الشكاره ديال السميده اللي خديت الشهر اللي فات راه باقا عندي، يعني باقا ما تسالات. كذلك السميده البيضاء راها مازال عندي باقا ما تسالات. الفينو كذلك باقي ما تسالاش حيت ما كنستعملو شي بزاف، فهكذا خديت غير اللي ما بقاش عندي اولا اللي تسالى لي. هنا البنات بالنسبه للسكر خديت غير 3 ديال الباكيات السكر، راه باقي عندي باكيه، وباقي عندي ديك السكر ديال الطوب ديال القهوه ديك الصغيورين. وكذلك خديت هكايا ليفيس المقارونيه الشعريه السباغيتي. خديت البنات هاد المايزينا، خديت الكونفيتور، خديت الجبن. خديت كذلك داك الجبن ديال الساندويتشات، خديت الكاكاو، خديت هاد الشكلاطه هذا فيرميسيل. بالنسبه للتوابل راني خديت 50 درهم ديال التوابل باش هكذا تكمل لي الشهر. كذلك خديت هكايا الفرماج، خديت الزبده، وخديت ديك لا كريم باتيسير هكا، حيت كنت بغيت ناخذ حتى المايزينا اللي في كرتونه ساعه ما جبرتش وجبت غير هذه ديال العبار. فباش هكا عاوتاني نشكلو نديرو لهم هكايا شي بتي بان معمر اولا شي طارطات هكايا. المهم شوفوا راه حنا كان دائما المراه في البيت كيخصها تشكل وتنوع لوليداتها باش هكذا ياكلوا. وعاد زيد كذا بالمدرسه ضروري كيخصك تنوعي لولادك باش هكذا كل نهار يديو معاهم حاجه. فهنايا كيف ما كتشوفوا المهم بالنسبه للتقضيه ديال هذا الشهر راها شويه ناقصه في الثمن، يعني ما تقريبا ما وصل ليش شي 400 درهم، ما وصلت ليش يا البنات، لان كما قلت لكم راه باقي عندي. هنا خديت غير جافيل وخديت الصابون ديال الماعن، لان صاني كروا راني خديت تقريبا خديت 5 يطرو، يعني باقا عندي عامره. خديت كذلك الو راه مازال عندي البنات هذاك البرودوي. بالنسبه للمواد المستلزمات الحمام حتى هما مازالين عندي عامرين. فعلى داك الشيء ما شاركتهمش معكم، لأن منين غنكون كنرتبهم ديك الساعه غنشارك معكم كلشي باش تعرفوا يعني شحال مازال عندي ديال التقضيه في الدار. هنا البنات راني ما شاركتش معكم الغدا لانه كلشي كيعرف يطيب البصاره، كلشي كيعرف يطيب الحوت، كلشي غير شاركت معكم الغديوه ديالي حيت صباح واحد الجو ما نعاود لكمش، بارد مغيم تقولوا غير الشتا غطيح. الحمد لله نقطت واحد شويش ولكني ماشي بزاف. المهم الحمد لله على كل حال، الله يرحمنا برحمته. وهذه هي الغديوه ديالنا. درت هكا شويه البصاره، شويه ديال الشطون اللي هكايا مقلي، وشويه ديال الزيتون مشرمل مع الشلاضه ديال البصله ومطيشه، زويته العود والكمون. والحمد لله اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. شويه العصير فريشطه البنات، هانتوما شفتوهم كيفاش جاو زوينين.
صراحة الله خصني ناخد حتى المعلقات صغارين وخصني ناخد المواس. ما عرفتش كيعجبني التاويل، كيحمقني شي حاجه هكا، شي حاجه ديال التاويل كتعجبني انا هكا دايره وصافي. من والو كيعجبني نتفنن في داري. وهنايا الخوينز راه ما بغاش ياكل، قال لك هو ما ياكلش البصاره، ما عندوش مع البصاره، ومخبع تحت الطابله. كيقول لك كنقول له نوض اجي تاكل معنا، كيقول لك لا ما غناكلش، تغدينا غير انا والزوج ديالي. والحمد لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. بالنسبه للتقضيه ما غاديش نشاركها معكم اليوم، ان شاء الله نهار الاثنين عاد غنشارك معكم التقضيه، باش غادي نستفها معكم البنات، وغادي المهم كل حاجه غادي ننظمها في بلاصتها. في العشيه الوليدات بغاو البيتزا، شحال ما درتها لهم، وقلت هكايا غادي ندير لهم شويه ديال البيتزا. بالنسبه للبيتزا ديالي دائما كندير فيها هاد المقادير. الدقيق كيبقى على حسب الكميه اللي بغيتي، واش بزاف ولا شويه. المهم انا درت هنا تقريبا واحد 5 د الكيسان 500 غرام، ودرت شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، زيت الزيتون، وشويه ديال الفلفل الاسود. كاين اللي كيزيد لها الجبن المثلث، كاين اللي كيزيد لها الحليب بودره، كاين كل واحد وشنو كيدير في العجينه ديال البيتزا ديالو. كاين اللي ما كيدير لها والو، غير الخميره والملحه وزيت العود كيعجنها. المهم كل واحد والطريقه ديالو. هنا الاساس من العجينه ديال البيتزا خصها تكون طريه، الا بغيتيها تجيك ناجحه 100%. فما ما بقاتش في شنو دايره فيها، بقات في الطراوه ديالها، لان هذيك الطراوه ديالها هي اللي كتخليها كتجي بنينه بزاف. صافي هنايا البنات شفتوا قوامها كيفاش داير طري بزاف. دهنتها بشويه ديال الزيت، غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها ترتاح على جنب. كاين اللي كيدير فيها حتى الزعتر البنات، انا الزعتر غادي نديرو في لاصوص، فعلى داكشي ما درتوش فيها. صافي هنايا من بعد ما اختمرت لي العجينه غادي نشكل البيتزا ديالي عاديه، كسائر البيتزات. كما كيقولوا بعض الاخوان. الناس ديال الطاليان غادي يدعيونا. الطليانيين اللي كيديروا البيتزا غادي يدعيونا على هذه البيتزا، ولكن معليش اختي، البيتزا الاقتصاديه والبيتزا ديال الدراوش ديال الناس الدراوش اختي، ما ناكلوش حنا البيتزا، ناكلوها اختي بطريقتنا. هادشي اللي كاين، الحمد لله على كل حال. صافي هنا غادي نحاول انني غادي نشكلهم، غادي ندير وحده دائريه هكا في المقله اللي دايره، والاخرى غادي نديرها في ديك اللاطه ديال الفران، غادي نديرها على شكل طولي مربعه. المهم بقاو معايا في الفيديو. نتمنى انه ينال اعجابكم، وكنبغي نرحب بالناس اللي انضافوا عندي جداد للقناه، كنقول لكم مرحبا بكم، شرفتوني ونورتوني. شكرا لك اختي سميحه، الله يكبر بك، الله يطول لي في عمرك ويخلي لك وليداتك. بصراحه الله لا يخطيكم عليا جميعا، كلكم بدون استثناء. راه والله ملي كنقول كلكم، راه كلكم الناس اللي كتدعمني، والناس اللي كتوقف معايا، والناس اللي كتبغي لي الخير، والناس اللي كتحبني. كنقول لكم حتى انا احبكم في الله، والله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي الحبيب. والله الحب الى متبادل، سواء الناس اللي ما عندهمش القنوات او الناس اللي عندهم القنوات. راه عرفتي الناس ديال القنوات شحال من وحده كنحماق عليها، وشحال من وحده كنتسطع عليها بدون ذكر الاسماء، وراه كلشي كيكون باين، لانه غير من خلال التعاليق ومن خلال الطريقه باش كندخل عندكم وكتدخلوا لعندي، فهذاك الحب كيكون متبادل بيننا، والله العظيم الى متبادل الحب والاحترام من طبيعه الحال. فلا يخطيكم عليا، والله يطول لي في عمركم، والله يسر اموركم جميعا يا ربي الحبيب. فهنا انتم كيف ما كتشوفوا راه العجينه صراحه الله خرجت غزاله. كيف ما قلت لكم راه الطراوه ديالها والقوام ديالها هو اللي كيعطيها، كيخليها تجي ناجحه معنا وتجي بنينه، ومن داك الشيء الرفيع كما كيقولوا. فهنا يا خوتي، قلت غادي نهضر معكم اليوم في واحد الموضوع، موضوع بسيط وسهل، و ولينا كنتعيشوه بزاف بزاف بزاف. هنا خوتي، خواتاتي، العيالات، البنات، الميمات. الانسان خصو يخلي واحد، كيفاش غادي نبداكم. خلي عندك كرامه، خلي عندك واحد عزه النفس. غتقولي لي كيفاش غنخلي عندي كرامه وغنخلي عندي في عزه النفس؟ كاينين بزاف ديال الاخوات وبزاف ديال الاخوان، وحتى انا راني منكم. يمكن منين حنا كنكونوا كنبغيو شي شخص اولا كنحبوا شي شخص، سواء قريب او لا بعيد، يعني قريب ولا بعيد، يعني يا اما من العائله يا اما كيكون بعيد على العائله براني، فكنكونوا حنايا كنحبوا باخلاص وكنحبوا بكل صدق، وكنبغيو وكنتواصلوا يوميا وكنسولوا يوميا.
ولكن ما نساوش بان هذاك الطرف الثاني اللي حنا كنتواصلوا معاه، او اللي حنا كنسولوا فيه، او اللي حنا كنبغيو نعرفوا عليه بزاف ديال الحاجات عن صدق نيه، ماشي كنبغيو نعرفوا عليه الحوايج باش اننا نبرققوا او لاننا ابدا ابدا ابدا. انا ما كنهضرش على دوك الناس اللي كيكونوا اللي كتكون تعيط لك غير باش تعرفك كيفاش عايشه وشنو عندك وشنو لا ابدا. انا كنهضر على داك الانسان او الانسان اللي كتكون عندها صفاء النيه ديالها، وكتسول في شي انسانه او في شي شخص كيف ما بغى يكون النوع ديالو، كتبغي تعرفو كيفاش داير، كتبغي تعرفو في صحيحته، كتبغي تعرف الجديد ديالو. كتفرح منين كتشوفو فرحان، وكتحزن منين كتشوفو حزين. فهنا يا اختي غنقول لك واحد الحاجه، بان الوقت تبدلات، الوقت تغيرات. هذاك الشخص اللي انت كتقولي عليه باغيه تعرفي عليه اخبار وتعرفي عليه كيفاش عايش، ربما هذاك الشخص كيكون ما باغيكش تعرفيه كاع نهائيا على اش طاوي. واخا انت كتبغيه، واخا انت كتسولي فيه عن صدق نيه، ولكن هو كيكون عكسك، كيكون رافضك انك تكوني في وسط منهم. يعني حاولي ما امكن، خلي عندك واحد عزة النفس، ما تبقيش تسولي بزاف. اللي عاود لك مرحبا، واللي ما عاود لكش ما تسوليش على الجديد ديالو، ما تسوليش على شنو عنده، ما تقوليلوش شنو خديتي، شنو عندك، امضرا كيفاش عامل، امضرا شنو كاين، شي جديد كاين، شي قديم. ابدا، خلي عندك عزة النفس. منين تمشي وتدخل في واحد المجمع وتجبر راسك ما مكبرينش بيك او ما عاطينكش قيمه، هز راسك النوض وسير في حالك، ما تزيدش تشوف من موراك. عطي كيف ما كنقولوا، ما تخليش شي واحد اخر يقول واحد الهضره اللي ما تعجبكش. غير تجلس في وسط واحد المجمع وتشوف ديك المجمع كيتجمعوا بيناتهم وانتينا عاطينك بالدار، او لا ما حتى واحد ما معبرك، هز جمع الوقفه وسير في حالك، ما تزيدش تشوف من موراك. لان هادوك الناس كيقولوا لك انتينا غير مرغوب فيك في هذا المجمع. خلي عندك عزة النفس، خلي عندك واحد الكرامة، وهكذا ما تبقاش تدخل فيما لا يعنيك. وعرف مع من كتواصل. ونزيدك، راه حتى الخوت يقدروا تكون فيهم هاد الصفات. حتى الاخت ديالك او الاخ ديالك تقدر تجبرو حتى هو ما باغيكش تدخلو في حياته، ما باغيكش تعرفو، ما باغيكش تعرف اسرارو، ما باغيكش تعرف حوايجو، ما باغيكش تعرف اغراضو. فما تبقى تدخل حتى شي واحد. الا كنتي باغيه تدخلي في ولادك، في راجلك، في شي حاجه اللي ديالك كتملكيها، كتحسي بانك كلمتك فيها وشوارك فيها، ماشي شي حاجه اللي كتكون بعيده، وشي حاجه اللي كيكون شي واحد اللي كيكون هكا بعيد عليك. انا قلت لك ولو يكون خاك او اختك، خلي راسك بعيده، وما تبقاش تحشر راسك في شي حوايج اللي ما هماش. عندك واحد النهار تسمع شي هضره اللي ما غاديش تعجبك، ولا تسمع شي حاجه اللي ما غاديش كما كيقولوا راكم عارفين. فمن الاحسن خلي نفسك تكون حرة، وخليك دائما، خلي راسك الفوق، وخليك هزه راسك، خليك دائما طب بيناتهم. وخا يكونوا ما باغيينكش تكوني احسن منهم، ويكونوا ما راضيينش بك انك دائما كيشوفوك طالعه وزايده وربي ميسر لك وهذا. فبزاف ديال الناس البنات ما كيبغيو لكمش الخير، ولو يكونوا اقرب الناس لكم. فاتونسيون ثم اتونسيون، ما تحشروش راسكم في وسط عباد الله كيف ما بغى يكون نوعه. الا شتي راسك غير مرغوب فيك، هزي الوقفه وسيري في حالك اختي. هنا البيتزا ديالي راني زدت لها شويه ديال الجبن كريمي مع داك الحبق اللي عندي البنات، غسلته، قطعت شي وريقات وغسلتهم وضفتهم هكايا من الفوق. جات بيتزا مجعبه، جات غزاله، جات روعه يا البنات، قسما بالله حتى جات بنينه شهوه منها. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه هذه، انا متاكده مليون في المية انها غادي تنال اعجابكم. وهنا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم الى عجبكم، عافاكم ما تنسونيش من واحد القليب، ما تنسونيش من واحد اللايك، كتعبير عن حبكم ليلي، لانني والله حتى كنموت عليكم. والا كنت كندير هذا المجهود هذا فوالله كنديرو على قبلكم، باش ترضيو عليا، وباش انكم باش نوصل لكم داكشي اللي بغيتو تشوفوه، وداكشي اللي كتحبوا انكم تشوفوه. فهذه هي الطبيله، منها قوتي ومنها عشاء. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي الحبيب. نتمنى انني نشوفكم في فيديو قادم باذن الله. شكرا لكم بزاف، شكرا من كل قلبي لكم. الله يخطيكم عليا، ومع السلامه الى فيديو قادم. مع السلامه.